وفتنة الدجال هذه أعظم فتنة حذرها الناس مذ خلق الله الناس إلى أن ينفخ النافخ في الصور، أعظم الفتن على الإطلاق. ولذلك لم يكن نبي إلا حذر قومه الدجال يخاف أن يخرج فيهم، ونحن آخر الأمم وهو خارج فينا لا محالة، نعوذ بالله منه ومن سائر الفتن. وقلت لكم ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وهذا يدلكم على عظم فتنته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وأنذره قومه، لكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. والدجال كان الدجال فتنة عظيمة، لأنه يأتي بآيات، يأتي بخوارق يمكنه الله منها ويقدره الله عليها، تشتبه على الناس بأنه لا يصنع هذا إلا رب، ولذلك يفتري تلك الفرية العظيمة. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يأتي ومعه مثل الجنة والنار، وإن التي يقول إنها الجنة هي النار، وإنه أعور، ولقد أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فالذي يرى الناس أنه النار ماء بارد، والذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في التي يرى أنها النار، فإنه ماء عذب بارد. يأتي بمثل الجنة والنار، وترى نسأل الله العافية اللهب يتلظى، سقر يأتي بها معه، فلا يقذف نفسه فيها إلا موقن إيمانه بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة فخفض في أمره ورفع. خفض في أمره أي حقر أمره، حقر شأنه، وعظم أي عظم فتنته، فخم في أمره ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت في أمره ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، هو يصفه لك، إنه شاب قطط جعد الشعر، شديد جعودة الشعر، مثل يعني حرش شعره متجعد شديد الجعودة. إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وإنه خارج خلة بين العراق والشام، خارج في طريق بين العراق والشام، فعاث يمينا وعاث شمالا، أفسد يمينا وشمالا،
فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قالوا فقلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ كم يلبث، كم يمكث؟ قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، اقدروا له قدره. قالوا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح. يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، مواشيهم التي سرحوها في المراعي تروح عليهم عشية، فتروح عليهم سارحتهم أعلى ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. الذرى الأسنمة تمتلئ تسمن، أعلى ما كانت ذرا أسنمتها عالية، وأسبغه ضروعا ضروعها ممتلئة لبنا، وأمده خواصر يعني تكاد تنفجر من شدة الامتلاء. ويأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين فقراء ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كجماعة النحل هكذا، يمر على مثل شالة في الرباط وعلى خاربة، ويقول لها أخرجي كنوزك. الكنوز لا تكتفي بالخروج بل تخرج وتتبعه كما يتبع أحدنا النحل، فرق النحل إذا ضرب محلتها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ويدعو رجلا ممتلئا نشاطا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يقطعه نصفين رمية الغرض، بين النصف والنصف قدر ما يرمي الرامي رمية. ثم يدعوه فيأتيه ووجهه يتهلل يضحك. أسمعتم قط فيما حدثتم به شيئا من هذه البابة، شيئا هذا قبيله؟ روى البخاري، ولهذا كانت فتنته عظيمة جدا. روى البخاري الله الثبات، روى البخاري مسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه قال صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال ونقاب المدينة محرمة عليه، سكك المدينة أزقتها محرمة عليه. يأتي الدجال ونقاب المدينة محرمة عليه بعد السباخ حول المدينة، بعد المواضع قريبة من المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل الذي هو خير الناس أو من خير الناس والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيريد أن يقتله الدجال فيقول أقتله فلا يسلط عليه. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال ما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حديثا طويلا، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها تقول فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت فجئت المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك وقال ليلزم كل امرئ مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا فأرفأوا إلى جزيرة في البحر فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فزعنا منها فرقنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا أعظم رجل رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. أعظم رجل خلقا، تصور انت قداش، وأشده وثاقا، يداه مجموعة إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه في الحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على أمري، قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنت. قد قدرتم يعني سأخبركم، هذا شيء قدرتم عليه، خبري قدرتم عليه، لكن أخبروني أولا ما أنتم. فقالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا حتى أرفأنا إلى جزيرتك فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال ففزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا إليك. فقال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان هذه موضع في الشام، نسأل الله أن يفك الكرب عن المسلمين. قال أخبروني عن نخل بيسان. قال قلنا عن أي شأنه تستخبر؟ قال أخبروني عن نخلها هل يثمر؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قال قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء. قال أما إنه يوشك ماؤها أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. هذه كلها مواضع في الشام. قال أخبروني عن عين زغر. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها من تلك العين؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال فأخبروني عن نبي العرب ماذا صنع؟ قالوا خرج من مكة ونزل يثرب. فقال أقاتله العرب؟ قال قلنا نعم. قال فماذا صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال قد كان ذلك؟ قال قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. ثم قال وإني مخبركم عن شأني وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض
فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. يكتسح الأرض كلها، يغشيها ويجللها في 40 ليلة، إلا مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد نكت بمخصرته، ضرب بمخصرته في المنبر بعصاه صلى الله عليه وسلم يضرب في المنبر الذي كان جالسا عليه: هذه طيبة، لأن الدجال يقول إلا مكة وطيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل كنت حدثتكم بذلك؟ قال الناس: نعم. قال: فإنه قد أعجبني حديث تميم أن وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل من قبل المشرق ماءه، من قبل المشرق ماءه، من قبل المشرق ماءه. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. فتسمعون فتنة عظيمة جدا جدا. ثم ربنا سبحانه يتدارك من بقي من عباده الصالحين. وأنتم تعلمون أن هذا المسيح الدجال خروج المسيح الدجال هذه من علامات الساعة الكبرى، التي إذا ظهرت أولاها تابعتها غيرها كحبات العقد ينفرط، فيتبع تتبع حبة. يكفي الله الهم ويتدارك عباده الصالحين. ويقتل المسيح الدجال، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام. روى ذلك مسلم في صحيحه مختصرا، وروى الإمام أحمد مطولا في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن المسلمين قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. قال: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادى في السحر، كأن المسلمين لا علم لهم بأن عيسى قد نزل، فينادى في السحر: ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ يعني يحاصركم ويجهدكم، ما يمنعكم أن تخرجوا إليه. وهذه فئة من المسلمين في جبل الشام، هذيك جبل الدخان، وبعضهم في مكة وبعضهم في المدينة، والأرض كلها تبع للدجال، نسأل الله العافية. فيقال: ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ قال: فيقولون: هذا رجل جني. قال: فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم. قال: فتقام الصلاة، فيقال لعيسى: يا روح الله تقدم فصلي. فيقول عليه السلام: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلوا خرجوا، فإذا رأى عيسى عليه السلام الكذاب انماث كما ينماث الملح في الماء. إذا جعلت الملح في الماء كيف يصنع؟ كذلك يقع لهذا الدجال إذا رآه عيسى عليه السلام، ينماث كما ينماث الملح في الماء فيسير إليه فيقتله. إذا علمتم هذا وعرفتم هذا، وهذا بعض ما حدثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسيح الدجال، عرفتم لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، ولماذا كان يأمر أمته أن تستعيذ بالله منه في كل صلاة. في كل صلاة أنت كم مرة تصلي؟ أقل شيء تصلي 5 مرات، أقل شيء تستعيذ منه 5 مرات. بل بعض العلماء كان إذا لم يذكر الإنسان الاستعاذة من الدجال أبطل الصلاة على المصلي وأمره أن يعيدها، لأنها فتنة عظيمة. وإذا لم يعيذك الله فمن يعيذ؟ وإذا لم تلجأ إلى الركن الشديد فأين تلجأ؟ روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من 4:
يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. فلا ينبغي أن تغيب عن أذهانكم ولا أن تعجيز عنها ألسنتكم.